كلشي كان عادي في هاد الدار، حتى وقع امر غريب خلى افراد العائله بربعه يكتشفوا بلي ما بقاش عندهم الحق يخرجوا منها. ولكن المشكل ماشي في انهم يبقاو محبوسين، المشكل كان هو يعرفوا شنو كاين في الجهه الاخرى من داك الباب. هادشي بالضبط هو اللغز اللي مبني عليه فيلم ذا لاست هاوس. كتبدا الاحداث في واحد الصباح اللي كيبان عادي بحال اي نهار اخر، وحده من بنات ديك القريه كانت خارجه تمارس الرياضه الصباحيه ديالها. في الجهه الاخرى الجيران كانوا مشغولين باش كيجمعوا الممتلكات وكيحاولوا يامنوا حوايجهم، حيت نشرات الارصاد الجويه حذرت من تساقطات قويه وامطار غزيره، وكانت السما بدات فعلا كتعمر بالسحاب كحله. مع اول القطارات اللي غادي ينزلوا كان وصل جو للدار ديالو، وكان هز ما بين يديه واحد القطعه ديال الحلوى اللي كانت كتعشقها بنت وروت. كانت العائله مخططه باش يخرجوا كاملين ويستمتعوا بهذا الجو، ولكن ملي وصلوا للباب توقفت الحركه بشكل كامل. تقدمت روت وخوها راهام باش يحلوا الباب الرئيسي، ولكن لقاوه مسدود باحكام وبقوه ما مفهوماش. في الاول تعامل الجميع مع الامر ببساطه، وافترضوا بلي كاين شي عطب ولا شي مشكل، وتدخل جون وحاول يحلوه هو براسو، ولكن بلا فايده. مشى مباشره للباب الخلفي باش يلقى نفس النتيجه، كان انسداد كامل. كان جون كيظن بلي ضغط الهواء ولا الرطوبه اللي سباتها الشتا هي السبب، وما كانش عارف بلي راه يحط رجلو على العتبه ديال واحد الكابوس مجهول. كيزيدوا يكتشفوا بلي حتى السراجم تسدوا، وبدا الخوف كيتسلل للنفوس ديالهم. جون مشى للتليفون ديالو ولاحظ بلي شبكات الاتصال والانترنت تقطعات بشكل كامل، وفي نفس الوقت بقى الكلب ديال العائله كينبح في الفراغ بحال الا كيشوف شي كائن مرعب هما ما قادرينش يشوفوه. مشى جون كيحاول يهرس الباب بكل القوه ديالو كيدفعها برجلو، ولكن كيتفاجئ بقوه معاكسه كترجعو اللور بطريقه غريبه وكطيحو في الارض. جبد واحد الاداه حاده وبدا كيضرب في ديك الجاج ديال السراجم وسط نظرات مراتو اللي كان القلق باين عليها وعلى المصير ديالهم. هنا وقعت لهم اول صدمه. ديك السراج ملي كان قرب يهرسهم بدات كتعاود ترجع كيف ما كان، وديك الزاج اللي تهرس بدا كيلتحم مع راسو قدام عينيهم. وقفوا كاملين مذهولين قدام هاد الظاهره الخارقه لقوانين الفيزياء. وفي اخر سراج كان كيحاول جون باش يهرسو لاحظ بلي كاين واحد البرق ديال الضو خارج من الدار اللي مقابله ليهم، وهنا اكتشف الحقيقه المرعبه. جميع سكان القريه كانوا محتجزين داخل ديورهم بنفس الطريقه، والبنت الوحيده اللي بقات على برا هي اللي بانت الصباح وهي كتجري، ومن بعيد كتبان بحال الا كتجري باش تطلب المساعده. وهذا الشيء خلى جون والعائله ديالو يحسوا بشويه ديال الطمانينه بشكل مؤقت، وخلاهم يحاولوا يشغلوا راسهم وهما كيتسناوها ترجع. السكان ديال ديك القريه بداو كيتبادلوا ما بيناتهم الرسائل من السراجم، وكيكتبوا كلمات كبيره فوق الوراق باش يقدر يشوفها الطرف الاخر. واحد من الجيران سولهم سؤال شويه غريب، قال لهم واش كتظنوا ان الحكومه هي اللي كدير فينا هذا الشيء؟ وملي جاوبوا جون بالنفي كتب ليه الجار بلي يمكن داروا هذا الشيء باش يحافظوا على حياتنا منهم، ولكن ما وضحش ليهم شكون هما هادهم. خاف جون على ولادو من هاد التلميح المرعب وفضل انه يسكت. طاح الليل ولكن البنت ما كانتش رجعات، وفي مائده العشاء حاول جون يبان متماسك وقال لولادو حنا دابا في امان ما كاين علاش نخافوا، ولكن النظره ديال ولادو كانت كتكشف العكس تماما. بصوت خافت رول سولات خوها راهام وقالت ليه واش كتعتقد اننا عمرنا غادي نخرجوا من هاد الدار في وسط هاد الضياع والخوف اللي عايشينو الدراري؟ جون قال لمرتو بلي انا شريت واحد المسدس. منى فعلا تصدمات وسولاتو علاش دار هاد الخطوه بلا ما يتشاور معاها. هنا اعترف ليها بلي هذه جوج سيمانات وهو كيطاردني واحد الكابوس، وهذا الكابوس كان على واحد الكارثه غادي تضرب العائله، كان خاصني ضروري ناخذ احتياطاتي. بالليل منى طار ليها النعاس وفاقت على اصوات ديال الضجيج جايه من التحت. هبطات باش تشوف شنو كاين، كتلقى جون كيحاول يخترق الحيطان والباب باستعمال واحد الاله كهربائيه، ولكن المنظر كان بحال شي كابوس. كل مره كيدير فيها شي ثقب في الحيط كيعاود يلتحم السطح ديالو في الحين، حتى الحيط اللي مصنوع من السيما كان كيعاود يبني راسو. جون عيا وجلس في الارض حدا مرته وهو مهزوم ومسكون بالرعب اللي فيه، وقال ليها شنو ما كان هادشي اللي واقع لينا ماشي من صنع البشر، كاينه شي قوه كبر منا بزاف هي اللي كدير هادشي، وباين ان جارنا كان عنده الحق. منى واخا الرعب كان راكبها كانت كتحاول تشد راسها على قبل ولادها، ونصحات راجلها يخبي الثقب اللي دار في الحيط باش ما يخافوش الدراري، وفعلا غطاه بواحد اللوحه فنيه كبيره. الصباح الموالي فاقوا الزوجين وهما كيتمناو يكون كلشي وقع غير كابوس. مشاو كيجريو للباب على امل ان هاد السحر يكون سالا، ولكن تفاجئوا بولادهم كيقولوا لهم اجيو هنا، حنا حاولنا بزاف وما قدرناش نحلوه. سولاتهم منى باستغراب علاش هاد الهدوء، ماشي من عندكم تستسلموا دغيا؟ جاوبتها روت ايه حنا هادئين حيت متاكدين انكم غادي تلقاو شي حل وتنقذونا. كانت هاد الكلمات بحال طاقه امل جديده رجعت للحياه داخل هاد الزوجين، ودغيا بدات هاد العائله كتعاود تنظم حياتها داخل الدار ديالهم باش تتاقلم مع خطه بقاء طويله المدى. وكانوا كيركزوا على ثلاثه ديال الجوانب، الجانب النفسي والجانب ديال النظافه والجانب ديال الاكل. في الجانب النفسي حاول جوني باش يجمع الاسطوانات الموسيقيه القديمه باش يسمعها ليهم ويحاولوا ينسوا شويه الخوف والقلق ديالهم. وفي قواعد ديال النظافه داروا
قواعد صارمه للاستحمام وتنظيف الاسنان، وبداو كيستعملوا الماء اللي عندهم باقتصاد كبير باش يحافظوا عليه. اما في الجانب الثالث ففرزوا الماكله وعزلوا المؤن اللي عندها مده صلاحيه طويله وبعدوها على الاستعمال اليومي. هما متقبلين واحد الحقيقه اللي قاسيه شويه، ولكن ما منها هروب. داكشي اللي غادي يسالي اليوم ما غاديش يرجع غدا. ولكن لقاو واحد المشكل، وهو الكلب ديالهم الاليف ما يقدرش يبقى محبوس لمده طويله، وفوق هذا الشيء كان مريض وكيحتاج الجرعات ديال الدواء ديالو بانتظام، واللي كان قريب باش يتسالى، وما كاين حتى شي مصدر يقدروا يجدوا منه الدواء. فهم جون باللي حمايه العائله ديالو ما كتقتصرش غير على تامين الحاجيات الماديه، ولكن كتهم حتى الجانب المعنوي. وبدا كيخلق من والو انشطه باش يشغل ولادو، كيجلس معاهم، كيعلمهم كيفاش ينقيو الحوت ويطيبوه، وكيعلمهم مهارات جديده باستعمال الدومه ديال اللعب ديالهم. داز اسبوع كامل بحال الا كان الطريق ما عندهاش نهايه. ولات السياسه ديال التقريم والمحافظه داخله في حتى ادق التفاصيل، وباش ما يضيعوا حتى شي حاجه ممكن انها تتكال، كانت منى كتجمع حتى البقايا ديال الماء ديال المطيشه اللي كيبقى في الموس، وكتجمعوا بواحد الحضر كبير في واحد الوعاء صغير عاود ما تغسلوا، في واحد الصراع صامت اللي ولا كيتحكم فيه قانون البقاء. جون كان باقي كيتواصل مع جيرانو من السراجم، كيكتب الرسائل فوق الالواح وكيرسم رسومات كرتونيه تقدر يتعرف على واحد الجار مزيان اللي كان مقابل ليهم، وكان طبيب ديال الاسنان، وهو كيعرف بلي عائله جون ولات عندها قله في المؤونه الغذائيه. ودازوا ايام ثقيله واحد مور واحد، ممزوجه بواحد المحاولات اللي كانت يائسه باش يسليو راسهم بالموسيقى او الرقص والتلفازه، ولكن كل صباح كان كيطلع معاه واحد الثقل كبر من اللي قبل. في واحد اللحظه تلفتات البنت الصغيره روت لخوها راهان، وقالت ليه بشويه باللي راها رجعات مره اخرى، وسولها شكون كتقصد. قالت ليه كل مره كطيح فيها الشتاء كتجي هي باش تزورنا. حاول راهان يطمن راسو ويقنعها باللي الشتاء قويه كتخليهم يتخيلوا حركه ديال الحيوانات، ولكن الشك كان بالفعل بدا كيزرع الجذور ديالو. في مائده العشاء ولات قاعده وحده صارمه اللي كتفرض عليهم يبعدوا الماكله ويهزوها مباشره الا كان شي حد ما جاعش باش يحافظوا عليها. تروث عطات ليهم الموضوع على الطابله وقالت لهم انا شفت واحد المراه على برا كتحاول تدخل لدارنا، سولوا راها، ولكن خوها قال انا ما شفتش، وقال لهم بلي يمكن هي كتخيل. جون بدا كيخاف على بنته حيت اغلب سكان القريه كانوا اما ماتوا او اختفاو، والرعب بدا كيزيد مع احتمال يكون هاد المراه اللي شافت بنته هي شبح من وحده ديال الجيران، وقال لها ما تبقاش تقرب للسراجم بالليل خصوصا ملي تكون الشتا كطيح. الام حاولت تخفف عليهم وفاجات كلشي ملي جبدت واحد الكيكه اللي كانت صايباتهم وكتبت عليهم تاريخ راس السنه، ودوزوا داك اليومين كلها هما مشغولين في الاعداد ديال الزينه ديال الكريسماس باش يرجعوا شويه ديال الدفء للدار ويفكروا الدراري باللي الفرح ماشي مرتبط بالمكان وانما بكونهم مجموعين مع بعضياتهم. ولكن هذا الهدوء ما طولش بزاف. في وسط هذا الاحتفال روت شافت من ورا الزاج الجاره ديالهم مرات طبيب الاسنان كتزلق وكطيح. قبل ما تفقد الوعي وتطيح في الارض بدات روث كتغوت. جرى جون باش يشوفها من السرجم وشاف ديك الجده وهي كتلفظ الانفاس ديالها الاخيره بلا ما تكون عنده حتى شي وسيله باش يوصل ليها. بقى واقف وعاجز قدام موت محقق وما بعيدش عليه غير بشبر واحد ديال الزاج. ومنين سولاتو روث على المصير ديال ديك الجده ما قدرش يخبي عليها الحقيقه وغير هز ليها راسو. حتى الكلب مسكين كان سالى ليه الدواء ديالو كامل وما كانش عند باها غير انه يحاول يواسيه ويتوسل ليه باش يصبر شويه وتسالي هاد الازمه. في واحد الليله كانت بحال الكابوس، كانت الشتا كطيح بغزاره، كانت روز جالسه تحت حدا الكلب ولكن فضولها خلاها تمد يديها وتهز الخاميه ديال السرجم، وفجاه باللي وجه ديال واحد المراه كانت غريبه ولاصقه في الزاج وكتغوت والملامح ديال وجهها مشوهه من شده الرعب. فاق كلشي على الغوات ديال روت، وكانت المراه اللي برا شاده واحد الاداه حاده وكتحاول تهرس بها الزاج باش تدخل للدار. وقفت العائله كامله مرعوبه ولكن بان لهم ان المراه ما كانتش كتهاجمهم وانما كانت كتطلبهم وكانت كتقول لهم كل شيء مات، ما تحاولوش تخرجوا وما تخليوهمش يشوفوكم، تخباو، كانت رجاكم تخباو. قربت منى للسرجم وقلبها كيضرب، بدات كتقلب على اي طريقه تقدر بها تنقذها، ولكن فجاه بان واحد الشعاع ابيض كان قوي ومن وراء المراه اللي كانت برا. ديك المراه عاودت تلفتات وقالت لهم بشويه تخباو دابا، وفي ثانيه وحده جرتها قوه خارقه ما كتبانش وخداتها داخل داك الفراغ بسرعه اللي رهيبه بحال الا دخلت في واحد الثقب ضوئي واختفت وسط الظلام. من بعد هادشي اللي شافو جون تاكد باللي بنته روت ما كانتش كتشوف غير اوهام. جلس معاها بهدوء وسولها على داك الكيان اللي كتشوف كل ليله، جاوباتو ببراءه باللي داك الشخص كيجي كل ليله، هو زوين بزاف وظريف وهادئ اكثر من هاد المراه وما كيدير حتى شي صداع وكنحس باللي هو كيبغينا. جون عنقها وقال لها باللي ما يمكنش بنتي اللي كيحبسنا داخل ديورنا وكيخوفنا مستحيل يكون كيبغينا، كنوعدك انني ما غاديش نخلي حتى شي شر يمسكم مادمت انا حي. في ديك الليله جمع جون العائله ديالو كامله في واحد الغرفه ونعسوا كاملين فوق نفس السرير واتفقوا يطفيو الضو في الدار كامله ويغطيو كاع السراجم باش يوهموا العالم اللي برا الدار ان الدار خاويه وما ساكن فيها حتى شي واحد. تحسوا بال شي حاجه كبر واخطر في المستقبل. في الصباح شاف جون من واحد الشوق صغير وبدا كيشوف الجيران ديالهم كيطيحوا وكيضيعوا حياتهم واحد مور واحد، ودغيا بدا كيسد الخوامي باش ولادو ما يشوفوش هاد الكارثه.
ومن بعد دار لهم بابتسامه وقال لهم يلا الابطال جا وقت التمارين ديال اللياقه البدنيه. وبين ما كل واحد فيهم كيمارس الرياضه لمحات روت تشققات دقيقه كتكبر في الحيطان ديال الدار وحتى السقف بسبب الاهتزازات. مشات باش تنبه والديها والانظار ديالهم كاملين توجهت لديك المدخنه، كانت هي المنفذ الوحيد اللي باقي مفتوح للعالم الخارجي. اقترحت عليهم روت يطلعوا من خلالها باش يكتشفوا المخرج، ولكن الام ديالها حضرتها وقالت لها بلي الممر ضيق وما غاديش يتحمل وزن شخص كبير. ولكن روت ببراءتها وشجاعتها قالت لهم انا خفيفه نقدر نطلع. ربطوها بالحبال وامنوها باش يقدروا يجروها ويهبطوها في اي لحظه الا وقع شي خطر. ومع كل خطوه كانت كتطلعها كانت كتعيط وكتنبههم باللي كاينين تشققات في كل بلاصه. وصلت روت للمخرج ديال ديك المدخنه، ولاول مره من اسابيع كتنفس هواء نقي، وبدات كتغوت بالفرحه. ماما انا كنشوف الهواء وكنشدو بيديا. ولكن الفرحه ما دامتش بزاف. في نفس اللحظه تبدلات الحاله ديال الجو الفوق، بحال الا الطبيعه كانت رافضه الوجود ديال اي كائن بشري باقي حي. ودغيا الوالدين ديالها غادي يجبدوها لتحت وهما كيترعشوا بالخوف. قبل ما يقدروا يستوعبوا كيفاش يستغلوا هذا الامل ضاع عليهم بلمح البصر. من بعد واحد شويه الكلب ديالهم الاليف كان كينفض الانفاس ديالو الاخيره من بعد ما سال ليه الدواء ديالو كامل. والام شرحات لولادها باللي صحته التدهورات بسبب الكبر وباللي خاصهم يودعوه قبل ما يسالي كل شيء. خدت الدراري لبيتهم ومن بعد دارت الجهاد جون وقالت ليه علي الصوت ديال الموسيقى في الدار. جون كان عارف شنو خاصو يدير. كان خاصو يعطي لصاحبه الاليف رصاصه الرحمه باش يهنيه من العذاب اللي كان كيعاني منه. وفعلا ضربوا بديك الرصاصه بصعوبه. قربت من ميمونه وقالت لي بلي هادشي اللي دار كان في قمه الرحمه، ولكن الواقع فرض عليهم مشكل جديد. كيفاش غادي يتخلصوا من الجثه؟ واتفقوا باش يحرقوها في المدخنه. قطع جون ديك الجثه لاجزاء صغيره وقبل ما يشعل العافيه بان ليه واحد الثعلب لا برا. فكر جون انه بلا ما يحرق هاد الجثه يقدر يرمي اللحم ديال الكلب للثعلب اللي كاين على برا ويستافد منه. ولكن الثعلب ملي شم الريحه ديال داك اللحم ما بغاش ياكلو ومن بعد اختفى في واحد الاشاره اللي مرعبه شويه، بحال الا كلشي في الطبيعه اللي برا ولا ملوث ولا مريض. في النهار اللي موراه دخلت العائله في الحاله ديال طوارئ الشتاء، سدوا الخوامي وتراجعوا بعيد على السراجم. ولكن روت تفكرات النبته الصغيره ديالها اللي كانت تحت السرجم ومشات كتجري باش تجيبها وحيدت الخاميه بالغلط. في ديك اللحظه انتبه ليها الكيان الغامض اللي كان على برا، وانا لاحظ باللي كاين شي حركه وكاين حياه داخل هاد الدار. وبدا كيقرب من السرجم ولاول مره شافوه كاملين بوضوح. كان واحد الشبح اللي ضخم وعنده اذرع ورجلين ما عندهمش عدد. حبسات روت النفس ديالها ودازوا لحظات ثقيله حتى بعد ديك الكيان. وبدات العائله رحله الصمود طويله استمرت لتقريبا 3 ديال الشهور. ملي كانوا كياكلوا روت كانت معصبه من هادشي اللي كدير امهم وكتعطيهم داكشي بالقياس، ومشات كتجري بالثلاجه باش تاخذ الماكله وتاكل تتشبع. وهنا كانت الصدمه كبر. الثلاجه كانت خاويه والخزانات ديال المطبخ حتى هما كانوا خاويين. كانت سالات لهم الماكله كامله وحتى الام غادي تسخف وتطيح في الارض. الولد راهم وقف قدام حوض ديال الاسماك ديالو وهو كيغوت وفقد الامال. روت دخلت الغرفه ديالها وشدت الغوت ديالها غير بالمخده. اما جون فكان واقف بحال الجبل ويحاول يدير شي حاجه على قبل العائله ديالو. في وسط هذا الشيء دخل راهم هو هاز السمكه الاليفه ديالو من بعد ما قطعها بالطريقه اللي علموا ليها باه وضحى بها باش يشبع عائلته. رجعت روت واعتذرات ومن موراها عنقوا بعضياتهم. قرر جون باش يبتكر شي مصيده ويلوحها من المدخنه باش يصيد الحيوانات اللي برا بحال الثعالب والغزلان. استعمل واحد المحرك ديال واحد السكوتر وصوب واحد المصيده ذكيه كتجر الفريسه، والمحاولات ديالو تنوعات ما بين الفشل والنجاح. وبدا كيستعمل الجزر كطعم حتى قدر يشد واحد الحيوان وبين ما كان كيجرو من المدخنه بالحبال وغلانت ليه ديك المصيده. ومن بعد طاحت وهي خاويه وخلاهم هادشي يعتقدوا باللي صافي المصير ديالهم هو الموت بالجوع. ولكن من فضل الاصرار ديالهم طاح ديك الحيوان لتحت والوجوه ديالهم تبدلات بالفرحه وطيبوا اللحم كاملين مع بعضياتهم. ولكن الطموح ديالهم ما وقفش هنا. قرروا يحولوا حتى الارض ديال الدار لتربه صالحه للزراعه وتعاونوا كاملين باش يصاوبوا الاسمده وصنعوا واحد مصايد للطيور. وبداو كيدوزوا الايام والاسابيع والشهور حتى دازت تقريبا 5 سنين كاملين. تحولت الدار من الداخل لحديقه مزهره وجنه صغيره. وباش ما يفقدوش الاحساس بالوقت كان كل واحد فيهم كيكتب التاريخ والنهار فوق الحيطان باش يتبعوا الاعمار ديالهم. اما برا فتحولت القريه لادغال متوحشه ولات عامره غير بالدبابه والثعالب والغزلان. ولا نظام حياتهم تطور بشكل اوتوماتيكي. منين كتهبط الشتا كتسد المصايد بوحدها باش كتوصل لهم ديك الفرائس حتى للباب ديال المدخنه. وفجاه في واحد الليله اللي ما كانتش العائله متوقعه فيها هذا الشيء وقع اللي كانوا خايفين منه. ديك الكيان الغامض حل الباب ديال الشقه براسو ودخل عليهم. كلشي كان خايف كيجريو باش يتخباو تحت الطابلات والاتات وحابسين انفاسهم بشكل كامل. دخل الكيان بالمظهر ديالو المرعب، ولكن المفاجاه اللي دهلاتهم هذا الكيان ما كانش غير كائن بيولوجي وانما كان كيان هيدروديناميكي بيلوري، اي ان الجسم ديالو مكون من مياه فائقه البروده والضغط
واي نقطه كان كيدوز عليها ولا كيقيسها كانت كتجمد في البلاصه، وهما كيشوفوا الارض بدات كتجمد تحت رجلين ديال هذا الكائن وهما كيتسناو المصير ديالهم. بدا كيحاول يقلب عليهم هذا الكيان، ملي ما لقى والو في هاد الدار بدا كيدمر ليهم وكيجمد التربه الزراعيه اللي دازت عليها سنين طويله وهما كيصلحوا فيها. من بعد خرج وخلى الباب ديال الشقه الخارجي محلول، راه ما ضيعش الفرصه ومشى كيجري باقصى سرعه ديالو باش يوصل للباب على امل يشوف الحريه من جديد، ولكن الباب تسد في وجهه بحال البرق. جون لاحظ الخيوط ديال الشمس الدافئه اللي كانت كتدخل من الثقوب اللي كانت كتسد بوحدها من قبل. هنا تجدد الامل في عروقه وظن باللي صافي الحصار سالا. شد في الباب وسط النظرات ديال العائله ديالو اللي كانت كتسنى، ولكن في ثانيه وحده تبدد الامال بحال السراب، حيت ديك القوه عاودت سدات الباب من جديد بحال الا ما وقع والو. مشات كتقلب في الكتب القديمه اللي كانت في الدار على امل تلقى شي تفسير، وقفات كتامل وقالت هاد المدينه كامله كانت في العصور القديمه كانت امتداد القاع ديال البحر الشاسع، وكان موطن لكائنات قديمه. يمكن هادو ماشي اعداء باغيين يبيدونا، ولكن غير كيطالبوا بالارض ديالهم، باغيين منا نمشيو حيت حنا عايشين في واحد البلاصه ماشي ديالنا. ولكن الكارثه اللي كانوا كيواجهوها دابا هي ان التربه تدمرات، وداكشي اللي كانوا زارعين كامل مات وضاع منهم مصدر القوت ديالهم الوحيد. وفي وسط هاد الصدمه سمعوا باللي المصيده شدت شي حاجه، وفعلا كانت شدت واحد الحيوان صغير. روث مشات كتجري بالعاطفه الطفوليه ديالها باش تشدو، وقالت حرام حيت كانت كتشوف الصغر والبراءه ديالو. ولكن هاد الكائن غير قاصتو عضها، غوتت روث من الالم ديال العضه المسمومه، ومشى كيجري جون شد الكائن وقطع عليه راسو من الجسم ديالو باش يمنع داك السم ولا ديك العدوى من الانتشار في الدار. ما داش وقت طويل حتى بدات الاعراض ديال التسمم كتبان على روث، طلعت ليها الحراره بشكل جنوني، وبديك السخانه كانت محتاجه لشي مضادات حيويه بشكل ضروري والا غادي تفقد حياتها في ساعات قليله. ومن الصفات ديال منى هو عدم الاستسلام. منى فعلا ما غاديش تستسلم، ما غاديش تضيع هاد الخمس سنين ديال الصبر كامله وفي الاخير تضحي ببنتها. جون ركب في الطوموبيل ديالو اللي كانت محبوسه في الكراج وبدا كيضرب بها الباب باش يتحل، ولكن والو، الطوموبيل تهرست والباب ولا بغى يوقع عليه شي حاجه. حتى من جون تجرح في راسو. واحد شويه لاحظ بلي كاينين تشققات غريبه وما مألوفينش في الارضيه ديال الكراج. جاب واحد الاداه حاده وبدا كيدق بها الارض. منى كانت خايفه يطيح عليهم السقف وكانت كتحاول توقفه، ولكن جون قال لها انا ما نبقاش واقف وشاد يديا وكنشوف بنتي كتموت قدام عيني. تبع جون المسار ديال ديك التشققات حتى وصل للمصدر الرئيسي ديالها، واكتشف واحد الفتحه ديال صرف صحي قديمه كتمشي تحت الارض. ديك اللحظه جاتهم واحد الفكره، يمكن هذا الممر يوصلهم للشقه ديال الجيران، يعني الشقه ديال طبيب الاسنان، واللي اكيد غيكون عنده شي خزانه عامره بالادويه والمضادات الحيويه. تطوعت الام منى باش هي اللي تهبط في ديك الممر الصحي حيت خايفه على رجلها مضروب في راسو. فعلا ربطوها بالحبال وعطاوها واحد الجهاز اتصال لاسلكي. هبطات في ديك الظلام وبقات كتمشي وسط الخطوط ديال ديك الصرف حتى وصلت للجهه الاخرى. شويه غادي يسمعوا الغوات ديالها وغادي تقطع الاتصال اللاسلكي. جون غادي يتخلع وغادي يبدا كيحفر في الارض بحال الحمق باش يلحق بها. راهام كان كيراقب السراجم الخارجيه بتوتر حتى شاف الظل ديال مو كيتحرك في ديك الشقه، وشويه غادي يرجع للجهاز اللاسلكي من جديد. كانت منى دخلت لديك الدار ولقات جثث ديال الجيران تحلت بشكل كامل ولات مأوى للحشرات، ولحسن حظها لقات العلب ديال المضادات الحيويه باقا نقيه. بدات منى كتنقز قدام السراجم وكتشير بيديها لراجلها وولدها باش تطمنهم عليها، ولكن في ديك اللحظه بالذات بدا الكيان المائي كيتشكل بشويه بشويه في الزوايا ديال ديك الدار اللي كانت فيها. شويه غادي يدخلها الروح ومشات كتجري، وفي الطريق ديال الرجوع صدمات بجثث كثيره متحله تما، كانوا ديال السكان اللي كانوا كيحاولوا يهربوا من خلال الصرف الصحي وماتوا تما. فجاه غادي يبان ديك الكيان وراها. جبدات منى الفردي ديالها وبدات كتضربو بالقرطاس، ولكن القرطاس كان كيدوز من الجسم ديالو بلا ما يخلي فيه شي اثار. وبدات كتجري منى باقصى سرعه عندها باش توصل لديك الفتحه اللي هبطات منها، ولقات جون تما وجبدها دغيا دغيا، وفي البلاصه بدا كيهرس الحيط اللي حداه باش يسد داك الثقب. وفعلا دغيا دغيا غادي يسدها وما لقاش الكائن منين يطلع. فعلا روث من بعد ما خدات ديك المضاد الحيوي بدات كتعافى شويه بشويه، ولكن هاد الخمس سنين كامله وهاد التجربه القاسيه اللي دازوا منها بدلت فيهم كل شيء. فهموا باللي التربه الزراعيه اللي كانوا معتمدين عليها تدمرات وما بقى عندهم حتى شي حاجه يبكيو عليها ولا شي حاجه يخافوا يخسروها. اتفقوا افراد العائله كاملين وخداو اخر قرار، المواجهه ولا الموت. بداو كيجهزوا الاسلحه ديالهم وداروا خطه باش يستدرجوا ديك الكيان المائي لداخل الدار ويشعلوا فيه العافيه. ولكن بحال الدار ديالهم كانت حتى هي متفقه مع ديك الكيان، غير بدات الشتا كطيح بدا الماء كينفجر عليهم وكيدخل عليهم من كل بلاصه في ديك الدار. الحنفيات تحلوا بوحدهم، فتحات الصرف الصحي، المدخنه وحتى الحيوط ديال الحمامات. تحولت الدار في دقائق الى فيضان مغلق، وضاعت لهم الخطه ديال انهم يشعلوا العافيه في ديك الكائن. منى شافت في السرجم وهنا بان ليها واحد المنظر في شكال ما كانش كائن واحد، كانوا العشرات منهم، ولكن كانوا بواحد الشكل اللي صغير شويه على الكيان الكبير، وبداو كيدخلوا للدار من كل الجهات وكيهجموا عليهم من كل ناحيه.
واخا كانوا كيغرقوا قدرات الام انها تشعل العافيه في واحد منهم، حيت جون كان رمى عليه شويه ديال ليسانس، ولكن داك الكيان الكبير شدها من واحد من اليدين ديالو ورماها لبعيد. من موراها شد جون وبدا كيضربو. وسط هادشي غوت ليهم راهان بشجاعه وقال لهم طلعوا نتوما للفوق دغيا وانا غادي نغطس ونجيب الصندوق والاسلحه ديالنا. شاف فيه با هو فخور به، ولكن مو كانت خايفه عليه. غطس راهان وسط الماء وهو كيتصارع مع التيار وديك الكيانات المائيه اللي كطاردو، ولكن بالشجاعه ديالو قدر يوصل داكشي اللي كان باغي وطلع الفوق في اللحظه الاخيره. شدوا باه وجروا من مخالب الموت. وصلت العائله لاعلى نقطه في السطح ديال الدار، ولكن الماء بقى كيرتفع والسراج ملي الفوق كانوا كاملين مسدودين وما يقدروش يهرسوهم. ولكن لحسن الحظ الخطه الثانيه ديالهم نجحت. حلوا منافذ الصرف السفليه وهبط المستوى ديال الماء بواحد السرعه اللي كبيره، ولكن القوه ديالو جرات كل واحد من الافراد لواحد الزاويه مختلفه في الدار وفرقتهم في ثواني. وقفوا كاملين على رجليهم وتوجهوا للباب الرئيسي، ولكن الصدمه كانت وحده، الباب مازال مسدود. الكيان طاح في الفخ ديال جون وشدوه السلاسل الحديديه اللي كان صممها جون وهز السلاح في وجهه وهدو. قال لها تحل لي الباب دابا ولا غادي نسالي معاك هنا. الكيان ما كانش قادر يتحرك. قربات روت بالحنان والوعي ديالها الصادق. بابا حبس صافي، الا قتلتيه دابا عمرنا ما غادي نخرجوا من هاد البلاصه. هنا جون وقف للحظه وتجمدات يديه وبدا كيرجع به الشريط ديال الذكريات في المخيله ديالو. الهضره ديال روت اللي كانت كتقول ليه باللي الكيان كان ظريف وكيبغينا. وداك اللحظات هنا فهم جون الحقيقه. الكيان ما كانش كيهاجمهم بحال شي عدو، وانما كان كيرد على الخوف والعدوانيه ديالهم، وكان كيحاول يتواصل معاهم بلغه هما ما فهموهاش. جون هبط السلاح ديالو وفك ليه داك السلاسل وحرو. وقف قدامه داك الكيان بالهيبه ديالو، ولثواني قليله كلشي كان شد فيه الرعب. شويه غادي يتحرك الكيان بهدوء ومد يدو للباب، ولاول مره من بعد ديك 5 سنين غادي يتحل داك الباب. خرجت العائله للهواء الطلق وشافوا واحد المنظر من عالم اخر. عشرات ديال الكائنات المائيه واقفه برا، بينما الدار ديالهم بدات كتنهار وكتغوص لتحت. وفعلا تحققت المقوله اللي قالتها من قبل، على هاد الارض وعلى قاع البحر كانوا تابعين لهاد الكائنات القديمه وما كانوش نهائيا الملك ديال البشر. العائله لقاو تما واحد اليخت قديم وطلعوا فيه وشدوا الطريق لعرض البحر باش يكونوا هما العائله الوحيده اللي كتب ليها النجاه من بين جميع سكان القريه. وفي وسط داك المحيط شاف جون في مرتو منى. قال لها فين غادي نمشيو دابا؟ منى وهي كتبتسم قالت ليه لاي بلاصه تكون ديالنا ومن حقنا نعيشوا فيها.